السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. كنتمنى كلكم تكونوا بأحوال جيدة ونلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة. رجعت معكم غادي نحضر معكم صابلي بطريقة بسيطة وزوينة. شكيلات اللي بساط بزاف وشكيلات اللي هما هماويين، بسرعة كيوجدوا، يعني بواحد الطريقة اللي سهلة وبسيطة، تأليكة اللي بسيطة، العجنة اللي سهلة مهلة. اسهل صابلي تقدر توجديه وناجح 100%. شوفوا معايا الشكيلات اللي حضرت معكم اليوم ديال الشكلاط. صراحة كيجيو زوينين بزاف، وشكيلات اللي هما يعني يعني متناول الجميع، كلشي يقدر يحضرهم. هنا صبت معكم تقريبا 5 ديال الشكيلات ديال صابلي. كنتمنى يعجبكم وتدعمونا بلايك وتشتركوا معنا في القناه باش يوصلكم الجديد. اول حاجه غادي ناخذ هكا شي قصريه اللي غادي نخدم بها. غادي نجيب 250 غرام ديال الزبده، انا خدمت بالزبده ديال المارغرين. هنا بالحكم ان الجو بارد بزاف، هادشي علاش حكيتها في الحكاكه. الا عندكم هكا يعني الجو سخون يعني عادي انكم تخدموا بها مباشره. هنا من بعد ما حكيتها غادي نزيد عليها 2 كيسان ديال السكر كلاصي. اول حاجه درت الكاس الاول ديال السكر كلاصي، ودرت الكاس الثاني. هنا غادي بالنسبه للنكهه نكهو باللي بغيتو، انا نكهت غير بالفاني، نتوما نكهو بالناطا، نكهو باي نكهه بغيتو. غادي نزيد واحد القبصه ديال الملح، وغادي نخدم هاد الزبده والسكر مزيان. ضروري ما هاد المرحله انكم تخدموا الزبده والسكر مزيان، ودائما كنخدموا الصابلي في الاول بالكف ديال يدينا. هنا شوفوا معايا من بعد ما خدمت الزبده والسكر مزيان، شوفوا معايا كيفاش كتولي على شكل بوماد. هنا غادي نزيد الزيت. هنا زدت 2 كيسان ديال الزيت، طبعا القياسات يعني بكيسان العنبه. درت 2 كيسان. غادي نعاود نخلط مزيان هاد الزبده مع السكر مع الزيت حتى كيتجانسوا لينا المقادير، يعني ما كنضيفوش المكون الاخر حتى كنخلطوا المكونات الاولى. هنا من بعد ما خلطت مزيان، هنا غادي نزيد البيض. طبعا البيض ما كنزيدوش حتى نعجنوا الزبده مزيان، ما كيبقاوش يعني ما كتبقاش لينا مطوبه. هنا بالنسبه للبيض درت 4 ديال البيضات. الا عندكم البيض كبير بزاف ديروا غير 3. وصافي انا غادي نخدم مزيان هذا البيض، ودائما كنخدم بالكف ديال يدي. شوفوا معايا القوام كيفاش كيجي شكل كريمي. هنا غادي نبدا نضيف لافارين. بالنسبه للافارين عندي هنايا كيلو ديال لافارين، ويقدر تدخل لكم كيلو، يقدر تدخل لكم كيلو 50 غرام على حسب النوعيه ديال البيض، او عفوا على حسب الحجم ديال البيض. بعض المرات كيكون الحجم يعني البيض كبير صغير. وطبعا انا حسبت النوعيه ديال الدقيق كيفاش كيكون. انا صافي غادي نبدا ندخل في داك الدقيق مزيان، ودائما كنخلط غير بالاصابع ديال يديا، كنحاول هكا نجمع الصابلي. الصابلي ملي كيدار فيه الدقيق ما كيبدلكش، يعني كنحاول هكا. شوفوا معايا كيفاش كنجمع غير بالاصابع ديال يديا وما كندلكوش. وهنا من بعد ما جمعت العجين، شوفوا معايا كيفاش كتجي القوام ديالها، كيجي رطب وما كتجيش قاصحه نهائيا. هذا هو القوام ديال الصابلي، كيفاش كتجي العجينه اللي هي ناجحه وسهله، ويعني وسهله في الخدمه، ما كتعذبكمش نهائيا في الخدمه. هنا غادي ندوز مباشره نخدم بها. تقدروا ديروها في البلاستيك وتحتفظوا بها في الثلاجه الوقت اللي بغيتو تخدموا فيها، لكن انا بحكم كنت مزروبه خدمت بها مباشره. هنا غادي نجيب جوج ديال لي بلاستيك، بلاستيكه كنديرها من التحت وبلاستيكه كنديرها من الفوق. كناخذ واحد الكميه ديال العجينه اللي يعني لا باس بها. صافي غادي نبدا نسرح يعني نسرحها هكا غير بالمدلك على هذا الشكل. هنا ملي تكون العجينه مزيانه وما كتلصقش لينا فكتجينا في الخدمه سهله. هنا شوفوا معايا القوام ديال العجين كيفاش خصو يكون.
هنا من بعد ما طلقت العجينه خليتها دائما، العجينه كنخليها رقيقه، ما كنديرش الصابلي انا غليظ. هنا غادي نجيب المرشم الاول اللي على شكل هكا عوينه، غادي نرشم هاد العجينه كلها. وطبعا نتوما ديروا المرشم اللي عندكم، ما كاين يعني ما كاينش مشكل. انا شوفوا معايا كيفاش كيجي الصابلي، كيجي رقيق. طبعا هنايا خديت لاطه اللي كنكون دهنتها بالزيت، وتنحط يعني كنحط هكا عليها. هنا ملي كتكون العجينه مزيانه راه بسرعه كيتحيد لكم، بسرعه كتحيد لكم الحلوه، ما كتعذبكمش في الخدمه. هنا من بعد ما يعني حيدت الحلوى كامله، شوفوا معايا كيفاش كنجمع العجينه اللي كتبقى ليا. دائما كنحاول هكا نجمعها غير بالبلاستيك وما كندلكهاش، مجرد ما كنجمع العجين كنخدم بها عاوتاني مباشره. هنايا هذه اللاطه الاولى ديال الحلوى، شوفوا معايا الشكل اللي درت معكم. هنا غادي ندخلها الفران وندوزو الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني طبعا طلقت العجينه عاوتاني، خليتها رقيقه. هنا خديت المطبع هذا اللي داير، صافي غادي نبدا نشكل بيه عاوتاني الحلوه. دائما كنقول لكم يعني ديروا نتوما المطبع اللي عندكم، ما كاينش مشكل. وهذه هي اللاطه الثانيه، درت معكم الشكل اللي هو هكا دائري. صافي غادي ندخلها الفران. درت معكم الشكل الثالث. الشكل الثالث اللي غادي ناخذ هكا المرشم المربع، وغادي نبدا نشكل به يعني في الصابلي على هذه الطريقه اللي سهله وبسيطه. دائما العجينه كنخليها رقيقه بزاف، كنطلقها رقيقه ما تنخليهاش غليظه. ودائما المرشم ملي كنبغي نطبع الحلوى كنحاول هكا نضغط على المرشم وما كنحركش المرشم باش ما يعني الشكل ما كيتحركش ليا وما كيتخسرش ليا في الفران. يعني المطبع كنديروه غير فوق العجينه وكنضغط عليه غير بيديا، ما كنحركش المرشم بزاف. وهذا هو الشكل الثالث اللي حضرت معكم. هنا غادي ندخل هاد الشكيه للفران كذلك، وغادي ندوزو للشكل الرابع. بس بالنسبه للشكل الرابع درت غير هاد الشكل هكا شكل مثلث. غادي نطبع عاوتاني العجينه كامله. دائما العجينه كنخليها رقيقه، انا ما كنغلطش الصابلي كنديرو رقيق.
وهذا هو الشكل الرابع اللي درتو في اللاطه. كذلك غادي ندخلو الفران وغادي ندوزو للمرحله ديال التزيين. هنا هذا هو الصابلي اللي وجدت معكم. شوفوا معايا كيفاش كيجي، صراحه كيجي زوين بزاف. كيجي هكذا كنخليه يتحمر على هذا الشكل، كيجي رقيق وناجح وكيجي مقرمل، كيبقى هكا المذاق ديالو صراحه كيجي لذيذ بزاف، ما تشبعوش منه. هنا غادي ندوزو التزيين. بالنسبه للشكل الاول، اول حاجه غادي ناخذ شكلاط ابيض اللي ذوبته في حمام مريم. غادي ناخذ هكا هاد العباد ديال البلاستيك اللي كنوضعوا فيهم الشوكولاط وتيخرجوا لينا الشكيلات. غادي ناخذ جوج ديال الاشكال، الشكل الاول والشكل الثاني اللي فيه اهلا وسهلا. دائما نتوما ديروا المراشم اللي عندكم، ديروا البلاستيك اللي عندكم، ما كاينش مشكل. كنعطيكم غير افكار وانتوما كديروا داكشي اللي متوفر عندكم في المنزل. انا صافي غادي نبدا نوضع في الشوكولاط على البلاستيك بهذه الطريقه. ودائما كنحاول الشوكولاط ما كنقويش بزاف، كندير هكا غير معلقه صغيره. وبحكم الجو بارد فما كنديروش في الثلاجه، راه مجرد كنحط غير حدايا راه بسرعه كيجمد. المهم الطريقه راه سهله وبسيطه وبسرعه كتمر. هنا كنحاول هكا نخبط شويه داك البلاستيك باش كيتوزع لي داك الشوكولاط على القالب كامل. صافي غادي نخليه حتى يجمد وندوز معكم الشكل الثاني اللي غادي نديرو كذلك بالشوكولاط الابيض. هنا الشكل الثاني كذلك جبت معكم شكيلات اللي بساط بزاف وشكيلات اللي هما زوينين، يعني في المنظر ديالهم كيجي صراحه كيجيو زوينين. هنا دائما كنحاول ما كنقويش الشوكولاط، يعني كندير غير معلقه. هنا كنخليهم حتى كيجمدوا ندوزو للشكل الثالث. بالنسبه للشكل الثالث غادي ندوب الشوكولاط الاسود طبعا في حمام مريم. صافي غادي نبدا نشكل به. بالنسبه لهذا الشكل غادي نديرو مع المرشم المربع.
أنا غادي ندوز معكم الشكل الرابع. بالنسبة للشكل الرابع أو عفوا الشكل الثالث، غادي ناخد هاد الشكل هكا ديال الوريضة اللي كيكون مدور، اللي غادي نديرو مع المرشم المدور، كذلك بنفس الطريقة تنعمر. دائما كنحاول الشوكولاط ما كنقويش بزاف. هنا من بعد ما جبد ليا الشوكولاط كامل، شوفوا معايا كيفاش كيجي. هنا غادي ناخد واحد الكميه ديال الكراميل. طبعا هاد الكراميل راه مصاوب غير منزلي، صاوبته معكم في الفيديو قبل ديال الصابلي اللي شاركت معكم. هنا غادي ناخد اول شكل اللي بديت به ديال هكا ديال العوينه، غادي نوضع فيه واحد الكميه ديال الكراميل، وغادي نوضع فيه الشكل هذا من فوق منه على هذا الشكل. شوفوا معايا كيفاش كيجي صراحه زوين. غادي نعاود معكم وحده اخرى تشوفوا معايا. هنا كناخد الشكيه ديال الصابلي، كنوضع فيه واحد الكميه ديال الكراميل، وكناخد هذاك الشوكولاط الابيض وكنديرو من الفوق. هنا تنستمر بنفس الطريقه، وغادي ناخد شكل الثاني كذلك اللي غادي نوضع فيه الكراميل، وغادي نوضع فيه شكل ديال اهلا وسهلا على هذا الشكل. صراحه اللي كيجي زوين بزاف وكيجي هكا يعني منخوي وبسيط، والطريقه طبعا راه سهله وبسيطه. وبالنسبه لهذا الكراميل راه كيجي لذيذ بزاف. صافي هنا غادي ناخد الشكل المربع كذلك اللي غادي نوضع فيه الكراميل من الفوق. بالنسبه لهذا الكراميل راه كيبقى شاد في الحلوى، ما كيسيحش نهائيا. غادي ناخد داك الشكل المربع ديال الشوكولاط وغادي نوضعه من الفوق. كيجينا يعني الشكل كيجينا صراحه زوين بزاف وكيجينا بسيط. دائما بالنسبه للكراميل كنحاولوا ما كنقويوش بزاف، ما خاصوش يجينا يعني باين من يعني في الجوانب. هنا غادي ناخد الشكل الرابع، غادي نوضع واحد الكميه ديال الكراميل في الوسط، وغادي نحاول هكا ندهن الوجه ديال الحلوى كامل على هذا الشكل. صافي غادي ناخد شكل مدور ديال الشكلاط وغادي نوضعه في الوسط على هذا الشكل. غادي نجيب طبعا اللوز هاشي اللي كنكون حمرته من قبل، وغادي هكا نزين من الجوانب على هذا الشكل. طريقه راه سهله وبسيطه والفيديو شارح نفسه. هنا غادي نعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوها. كنوضع واحد الكميه ديال الكراميل في الوسط، كنحاول هكا ندهنها في الجوانب كلها. كنوضع ديك القطعه ديال الشوكولاط في الوسط صافي، وكندير اللوز هاشي في الجوانب. وهذا هو الشكيلات ديالنا من بعد ما وجدوا. شوفوا معايا كيفاش كيجيو. بالنسبه للشكل الرابع ديال المثلث، راني لقيت غير يعني حبه مع حبه، ومن الفوق زينته غير باللوز هاشي من الفوق. يعني التزيين راه بسيط بزاف وسهل.
وكانوا هادو هما الشكيلات اللي حضرت معكم، كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. شكيلات اللي بساط وساهلين بسرعه كيوجدوا وكيجيو في المنظر ديالهم كيجيو صراحه زوينين. وتبارك الله هاد العجينه راه كتخرج واحد الكميه اللي هي كثيره. كنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.